عارفين ان في صوابع خفيه بتلعب في الكره المصريه؟ من زمان وسنين طويله قالوا ان تركي آل الشيخ بيلعب في حاجات كتير في الكره المصريه، وساعتها الاعلام اتكلم كتير جدا جدا جدا، وهوب هات الساعات يا خطيب، هوب الاعلام بيتكلم من هنا، وفجاه اشترى الاسيوطي وعملوا بيراميدز. ناس كتير جدا اتكلمت ان النادي ده اتعمل مكايده في الاهلي. هل الكلام ده صحيح؟ وهل فعلا تركي آل الشيخ ضر الكره المصريه ولا افاد الكره المصريه؟ طبعا بعد كلام كتير في الاعلام ولغط كتير جدا دار على مدار 7 سنين فاتوا، اتضح ان الكلام ده كله بيحصل عكسه، وان المستشار تركي آل الشيخ ما ضرش الكره المصريه، بل بالاخص اضاف ليها. طب هل انت بقى كمشجع يفرق معاك كل الكلام ده؟ لا طبعا، لان انا كمشجع بيفرق معايا الكره الحلوه، ما يفرقش معايا الاعلام بيقول ايه ومين بيلعب ومين بيضيف. الحقيقه ان مشروع بيراميدز اضاف كتير جدا جدا للكره المصريه، وبدل ما كانت المنافسه دايما ما بين الاهلي والزمالك، وانا كمشجع اهلاوي وانت كمشجع زملكاوي قاعد بكل حماس بتتفرج على المباراه، دلوقتي ما بقيناش بنتفرج على الاهلي والزمالك بس، بقينا بنستنى مباراه الاهلي وبيراميدز. بقت مباراه الزمالك وبيراميدز مهمه، وبعد مرور 7 سنين على تاسيسه النهارده شايفين بيراميدز في مكان مختلف جدا. احنا بنتكلم النهارده ان بيراميدز في نهائي دوري ابطال افريقيا، بينافس على الدوري وبقوه والمركز الاول حتى لو بفارق نقطه واحده عن الاهلي. بنتكلم ان بيراميدز في نهائي الكاس. الخلاصه يا صديقي ان لو كل واحد بص في ورقته هيوصل لمكان مختلف جدا، واحنا كمشجعين يهمنا قوي الكره الحلوه. في النهايه احنا بنتمنى التوفيق لبيراميدز في المباراه النهائيه، وكل التوفيق للكره المصريه. سلام.